السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات كي لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هاد لا فيديو اليوم في أحسن الأحوال يا ربي آمين. البنات اليوم غنشاركو مع بعضياتنا هاد المسمنة اللي كتجي غزالة البنات بواحد المقادير جد بسيطة البنات، وندوزو نشوفوا مع بعضياتنا المقادير اللي متواجده عندنا. وكما كتشوفوا عندنا واحد الفلفله حمراء، فلفله خضراء، واحد نص فلفله صفراء، عندنا واحد الخزوه كبيره محكوكه البنات، جزره محكوكه، عندنا شويش ديال القمرون، عندنا شوي واحد 100 غرام ديال الشعريه الصينيه البنات، عندنا واحد معلقه صغيره ديال الصلصه، معلقه صغيره ملحه، واحد فص ثوم محكوك، عندنا واحد راس معلقه كركم البنات، عندنا راس معلقه ابزار، عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، وعندنا معلقه صغيره د القزبر يابس البنات، وعندنا واحد البصله مفرومه، وعندنا 4 المعالق ديال زيت العود البنات. ضفنا البصله ديالنا اللي محكوكه البنات، محكوكه ماشي مفرومه سمحوا لي، محكوكه في ديك العوينه د الحكاكه الغليظه، محكوكه باش كتذوب لينا دغيا. وكنضيفوا عليها كما كتشوفوا في الاول غادي نضيف 3 المعالق ديال الزيت حتى ل4، هذا هو القياس اللي انا خاصني. وغنضيف التوابل البنات وغادي ندمجهم مزيان مع بعضياتهم. كنبقاو كنخلطوا البنات الحشوه ديالنا حتى كتطلق ديك الماء ديال البصيله ديالنا، هو فيه غادي طيب لينا الحشوه ديالنا البنات. هذيك الزلافه اللي عندنا البنات ديال الشعريه الصينيه اللي هي 100 غرام، درت لها واحد شويه د الماء سخون غير حتى فزقات ورطابت واحد شويش، ومن بعد قطعتها ودرتها معكم في هاد الزليفه كما كتشوفوا. ودابا من بعد ما دبلات ليا داك الحشوه غادي نضيف ليها داك الشعريه الصينيه ديالي اللي غادي يعني هي غادي تشرب ليا داك الماء ديال داك المريقه وداكشي باش هتوكح ليا هاد الحشوه. بغيت انا حشوه ناشفه، ما بغيتهاش تجيني حشوه يعني فيها الماء باش ما تفزكش ليا العجينه وتجيني العجينه فازقه. راه ما درناش الماء البنات، خلينا غير داك الماء د البصيله ديالنا. ودرت واحد الحبيبات قلالين ديال القمرون، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش، المهم اللي متواجد عندكم، يعني الا عندكم مزيان، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه. وكنعاود نضيفها البنات واحد 2 معالق اخرين ديال الزيت. بان ليا ان خاصها شويه زيت، زدت واحد 2 معالق ديال زيت العود حتى هما، يعني المجموع عندي 6 المعالق البنات. وضفت شويه ديال الزيتون مقطع، زيتون خضر بالعظم مقطع، يعني دويورات. وكندمج داك الحشوه ديالي كما كتشوفوا، هذه هي الحشوه اللي غنحتاج في المسمنه ديالي. ومهم راه ما خليتش القمرون حتى طاب مزيان، صافي غير شويه غير تزهد وحيدت الحشوه ديالي، راه باقي غادي يطيب ليا يعني مع العجين. كما كتشوفوا درت زلافه البنات ديال الدقيق الابيض، ودرت واحد كاس قياس كاس العنبه، غنخلي لكم بالضبط المقادير في صندوق الوصف. ودرت شويه ديال نقول واحد معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره، ومعلقه صغيره ممسوحه ديال الملحه. الماء البنات، الماء راه عندي مع دابا البرد ماشي دافي، يعني يلاه حطيته فوق النار وعاود حيدته، وكنبقى بحال هكا كنخلط البنات. العجينه خصها تكون شويه شاده في راسها، يعني مجموع د الماء راه ما سمحوا لي ما حسبتش بالكاس، ولكن المهم راه ماشي بزاف، ما داتش ليا الماء بزاف، غير حسيت انها تجمعات ليا العجينه في يدي، صافي حبست وبقيت كنعلكها. انا قررت انني نعلكها البنات يعني قبالتكم باش تشوفوها. علكتها واحد 5 دقائق وخليتها البنات، غندهنها بزويته وغنخليها ترتاح. من بعد ما ارتاحت ليا خليتها غير يعني واحد 5 دقائق ارتاحت ماشي بزاف. ومن بعد ما ارتاحت ليا كما كتشوفوا غادي نحاول انني غادي نكورها ل6 القطع. عندي انا حاجه ديالي ب6 القطع. هاد 6 القطع غنحاول نديرهم قد بعضياتهم. المهم غتشوفوا علاش 6 القطع. وانا راني يعني ذوبت واحد
غنقولوا واحد 120 غرام، 110 120 غرام ديال الزبده ديال التوريق. ذوبتها وخليتها في واحد الزليفه، وغنرجع دابا نخدم معاكم بها. كما كتشوفوا درت واحد القطرات ديال الزيت، ماشي بزاف، غير باش كنطلق العجين ديالي. هاد الزبده هي السر باش تجيكم هاد المسمنه مورقه، ويعني تجيكم على شكل بسطيله البنات. كما كتشوفوا ها هي الزبيده، كندير واحد جوج معالق ديال الزبده كبارين وكندهنهم. جبت هاد المقله د الحرشه البنات قطعت لها الكاريط ديال الزبده على شكل دائره القياس ديالها، ودرت لها شويه الزيت وحاولت نثبتو في القاع ديالها. ودابا تندير ديك العجينه الاولى. كما كتشوفوا البنات انا مشيت للعجينه الثانيه اللي هي غنورقها مزيان حتى يبان ليا سطح العمل. ودائما كنستعن بالزبده ديالي باش تجيني العجينه مورقه البنات، وكنستمر بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كندير وحده وندير الزبده ونورق الاخرى، وندير الزبده ونورق الاخرى، وندير الزبده حتى كنسالي ثلاثه ديال الرغيفات اللي عندي. من بعد تكيت غير واحد شويه العجين ديالي بالفرشيط، غنزل فيه الحشوه ديالي كامله كما كتشوفوا. وغنبقى نجمع بهذه الطريقه هذه. ما تخافوش من الجوانب البنات، راهم كيكونوا مطلوقين مزيان، كيكونوا رقاقين. واخا هما ثلاثه د الكرات مي راهم رقاقين بزاف. صدقوني غادي تجربوا هاد المسمنه هذه غزاله البنات، خطيره في المذاق، فحال اللي راكم تتاكلوا الورقات البسطيله. غزاله غزاله المذاق، غزاله البنات. مشينا للكره الرابعه اللي دابا بقاو لينا غير ثلاثه د الكرات غنديروهم من الفوق. درنا ثلاثه من التحت وغنديروا ثلاثه من الفوق، وغادي نبقاو نطلقوها مزيان فحال هكا. وغنلمطوا البنات، عرفتوا شنو هي نلمطوا بحال الشكل راك يعني بحال البسطيله نيشان. يعني تجيبي الجوانب تحاولي انك كترقيهم، تجبديهم وتتخشي من التحت باش ما يجيكش ديك العجينه يعني متراكمه هذه فوق هذه. كتحاولوا انكم تلمطوا داك العجين. وكنديروا عاوتاني الزبده البنات، ضروري الزبده من ما بين وحده وحده يعني تدهنوها كامله بالزبيده. هذه الثانيه البنات، وغنزيدوا الثالثه. الورقه ديالنا الثالثه راها رقيقه البنات، راه كتجي مقرمشه مقرمشه مقرمشه، واحد المذاق خطير. هذه الطريقه هذه راها بزاف ديال الطرق تقدروا تعمروها باش ما بغيتو، مي هذه هي الطريقه الصحيحه ديال العجين. تقدروا هاد المسمنه هذه بهاد العجينه البنات تعمروها كريم باتيسري حتى تجي غزاله. دابا هذه الاخرى البنات كنحاولوا نثبتوا العجين ونزيدوا نلمطوا مزيان فحال هكا. هانتوما كنحاولوا اننا نلمطوا. ما تخافوش تقولوا غادي تجيكم العجين، راني يعني رقوها البنات، حاولوا انكم تجبدوا العجين. ديك الحاشيه العجين جبدوها ولمطوا حتى كتحصلوا على النتيجه في الاخر انكم لمطتوا هاد المسمنه ديالكم كامله. تجي نقولوا لها مسمنه بسطيله، تجي غزاله 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 البنات صدقوني. وغير فوق يعني فوق البوطه ما كتحتاجوش الفران. هذه هي الميزه ديال هذه المسمنه هذه. حتى اللي ما عندوش الفران يقدر يصايبها، تجي غزاله ومحمره. غير تبعوا البنات هاد المراحل باش تنجح لكم هاد المسمنه ديالكم. سالينا الطلماط ديالنا وغندهنها مزيان دهنه زوينه بالزبده بحال هكا في الوجه ديالها. وغادي نتقبها غير شويه بالكردون البنات باش ما تطرطقش ليا وتنفخ وتطرطق، ما غاديش تجي مزيانه. حاولت انني كنقادت ليها الجوانب ديالها وغنحطها فوق البوطه البنات. العافيه كما كتشوفوا راها ماشي مجهده، ماشي يعني متوسطه. درت غير واحد الصينيه ودرت عليها منديل، وحاولت انني نغطيها واحد شويه باش يطيب ليا الوجه ديالها ولو غير شويه باش نقدر نقلبها. حولتها لهاد الراس ديال هاد البوطه هذه البنات باش نحاول نبقى ندورها. بقاو دوروا البنات، ما تخليوهاش على واحد الاتجاه واحد، بقاو دوروا لهاد الجانب ولهاد الجانب باش طيب لكم الجوانب ديالها كاملين. جبنا الكاغيط الزبده البنات وطويناه كما كتشوفوا على جوج، عاودنا طويناه على 4 البنات باش ناخذوا له هاد الحاشيه كما كتشوفوا. غير تبعوا معايا كيفاش كنقطع ديك
الدويوره اللي غادي نخدم بها لهاد الوجه ديال هاد المسمنه ديالي، حيت غنقلبها ضروري بالكاريط الزبده، حيت باقي الوجه ديالها ما طايبش مزيان كما كتشوفوا ها نتوما. باش ما تخسرش ليا الوجه ديالها، غنحاول انني قطعت هاد الكاريط بحال هكا وغنثبتو على الوجه ديالها، وغنجيب شي اناء طبسي صينيه اللي عندكم البنات اللي تقدروا في القياس ديالو وتقلبوا به كما كتشوفوا. قلبت بها البنات بحال هكا، وغنحاول انني نحيد داك الكاريط ديال الزبده، وعاد نرجع المسمنه ديالي، وعاد نعاود نشعل عليها تكمل الطياب على الوجه الاخر كما كتشوفوا. ودائما غير بشويه عليكم البنات عندكم تحرقوا، راه كنت كنقلبها والبوطه مشعوله، راه كانت نيت غادي تحرقني. المهم بحال هكا. دابا البنات غنبقاو عاوتاني كندوروا باش داك الوجه ديالها يتحمر لينا مزيان. ديما المقله ديالنا مليه من اليسار مليه من اليسار حتى كتكمل التحميره ديال المسمنه ديالنا، وغادي نقدموها ان شاء الله باذن الله بصحه وراحه. كما كتشوفوا ها هي المسمنه ديالنا، غنقلبوها على الوجه. تحمرات بزاف من الظهر ديالها، مي حاولت انني الوجه ديالها حضيت معاها البنات، حضيو معاها. غنقلبها نيت على واحد المقله اخرى بحال هكا، وغنقدموها بصحه والراحه. تقدروا تقدموها غير هكا، انا بقاو لي غير واحد الفتيوتات البنات، غير قبلوا عليا وصافي. واحد الفتيوتات ديال واحد الكروفيتات غادي نحطهم غير من الفوق وصافي. ممكن بلاش نقدموها بلاش، ما كاين حتى مشكل. البنات الا وصلتوا حتى لهاد اللحظه هذه كنقول لكم شكرا بزاف يا وجوه الخير، الله يجازيكم كل الخير. البنات ما تنساوليش الضغط على الزر الاحمر، جزاكم الله كل الخير يا وجوه الخير. البنات بكم ان شاء الله، بكم غادي توصل هاد القناه، كنقولها لكم دائما، وكنقول لكم مرحبا بكم مره اخرى البنات اللي التحقوا بالقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. شرفتوني ونورتوني، هذه قناتكم البنات. جزاكم الله كل الخير على المتابعه وعلى الكومنتير اللي كتخليو لي في حقي، الله يجازيكم كل الخير يا وجوه الخير. كان هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنه ديالنا. كنتمنى تجربوها البنات وتخليو لي رايكم في الكومنتير كيفاش جاتكم، وكنتمنى تنجح لكم ويجيكم احسن من هكا. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.